في كرة عايزين نتكلم عليها، كرة لدونجا في نص الملعب. يعني دونجا كان النهارده في الماتش كان كويس جدا، يعني ما نقدرش نقول غير ان هو كان كويس. بس في كوره الف به مركز ستة باشا، اللي انت عملته ده يوديك في داهيه. اللي انت عملته ده يلعبك في بترول بلاعيم، ما يلعبكش زمالك تاني. تمام. في كوره في نص الملعب انا هجيبها لك باللقطات دلوقتي. الكوره دونجا بيقابل اللعيب من نص الملعب، والدفاع بتاعنا متقدم. يعني الدفاع بتاعنا متقدم وبنلعب بيه ثلاثة ورا. تمام. حسام عبد المجيد مجنح شمال شويه، وعمر جابر ساقط لتحت، والونش اللي هو في النص. يقوم دوم جاي يعمل ايه؟ بص كده. دوجا المفروض انا هقابل هنا، لا، دونجا قام سايب المساحه الفاضيه اللي هي وشها للجون، وقام رايح موسع للعيب. انت بتوسع للعيب بتقفل زاويه التمرير. طب هو لو حطها على شمال، على شمالنا او على يميننا احنا وشماله هو هيستفاد ايه؟ هنكون احنا رجعنا. لا، انت اديته فرصه دونجا ان هو يدي هجمه او يبني هجمه لوحده، بقى انفراد، بقى واحد على واحد. عبال لما اتنين مدافعين بتوعك اللي هو عمر جابر وحسام يضموا، كان هيبقى الاتنين التانيين بتوع فاركو ضموا عليه، بقت هجمه عليك. يعني هي كرة بسيطه وكرة سهله، بس يعني انا مش فاهم انت كنت بتفكر فيها دونجا. يعني انت ليه جاي تقفل زاويه تمرير وسايب المساحه اللي هي 10 متر قدامه يجري فيها، يبرطع فيها براحته؟ هو المفروض انت كمركز ستة مركزك بيتطلب حاجتين: ان انت تقطع كور وتفشل هجمات المنافس. والحاجتين دول هيعتبروا حاجه واحده، ما بنطلبش منك حاجه تانية. المفروض ان انت بتطلع بالكوره. يعني انت المفروض انت اللي بتطلعنا بالكوره، لكن مفيش. احنا النهارده انت النهارده كنت بتقطع الكور كويس، وكنت بتلعب كويس، وكنت بتبدا تبني كوره لقدام كويس. بس في نفس الوقت انت الكوره دي كانت لسه النتيجه 0-0، كنت ممكن تخلينا الهجمه دي يدخلوا بيها جون، يبقى احنا داخلين الشوط الثاني من اوله كده بسم الله الرحمن الرحيم بقت 1-0، ونبدا نلف حوالين نفسنا ال 11 لعيب بقى وجوه ال 18، ونفضل نلف حوالين نفسنا زي ماتش المقاولين. بعد اذنك، بعد اذنك، ركز في الملعب. التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق يا ابني، وهي اللي بتجيب دوري والله. التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتجيب دوري. ركز في الملعب يا دونجا، ركز في الملعب، انت في نعمه والله العظيم. تلات ارباع لعيبه الدوري المصري او التلات ارباع اللعيبه اللي في مصر بيحسدوك عليها، اقسم بالله.